مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. حديثنا عن صفة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أي من حيث ما طبعه الله سبحانه وتعالى عليه من الكمال الخلقي والخلقي. أخرج الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مطبوع على كل كمال فطري، سواء فيما يتعلق بخلقته أو فيما يتعلق بخلقه عليه الصلاة والسلام. وإن كنا لا نتصور وقوع القسمة فيما له كم الحسن، قد يبدو لنا لأول وهلة أنه أمر معنوي ليس ماديا، إنما ينقسم الشيء المادي هو الذي ينقسم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجميل المجمل، هو الكامل المكمل صلى الله عليه وسلم، كان في هيئة عظيمة وكان في جمال عظيم. يمكن عشان كده الصحابة اختلفوا في وصف رسول الله، ما كانش اختلاف كلي واختلاف يعني كبير وفجوة كبيرة، لكن كل واحد كان يرى رسول الله بمنظوره هو. يعني سيدنا أبو بكر يرى رسول الله بمنظور أبي بكر، وسيدنا عمر يرى رسول الله بمنظور عمر، وكذا سيدنا عثمان، وكذا سيدنا علي. كل واحد بينظر إلى رسول الله بمنظوره، بما هو نابع من قلبه. يعني هو شايف رسول الله الهيئة هي والجمال هو والكمال هو. لكن فكرة ان سيدنا ابو بكر يراه بشكل مختلف عن سيدنا علي، عن سيدنا عثمان، عن سيدنا عمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان جميلا جمال يعني غريب، كان جمال عجيب. الصحابة كلهم متعجبين من هذا الجمال، حتى الكفار كانوا متعجبين من هذا الجمال. وحتى الأعراب، الناس التي لم تؤمن برسول الله، أتت إلى رسول الله من السفر تراه بيتكلموا عنه أنه كان يعني ده أكيد وجه نبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل أحد الصحابة هل كان وجه رسول الله كالسيف؟ قال لا، بل كان وجهه كالقمر. قمر أم شمس أم كوكب دري، هو شيء حير العقول في وصفه، وأخذ الألباب حتى ما استطاعت أن تفكر في أن تأتي على نهاية نعته. كل من رآه أصابته الحيرة، وكل من نظر إليه ذهب عنه لبه. كان منهم من ينظر إليه فيذهب في عينيه، فلا يستطيع أن يذهب يمنة أو يسرة في الالتفات عنه. وكان منهم من لا يطيق النظر إليه، فإذا نظر إليه رأى ذلك الجمال المطلق الذي يشهق النفس ويزهقها، فتذهب عن نفسها إلى تلك النفس الشريفة الكريمة التي ما رأتها نفس ورأت مثلها نفس. هذه النفس المعظمة، نفس سيدنا محمد، حقيقة تجلى منها كل الجمال، حقيقة تناسل منها كل الكمال. وما قصة سيدنا يوسف عليه السلام ببعيد، فذلك الجمال الذي يتحاكى عنه في سيدنا يوسف عليه السلام، الذي أذهل النساء حتى قطعن أيديهن من فرط جماله وحلاوته، ذهلن عن أنفسهن فقطعن وريد دمائهن وسالت منهن الدماء. وعندما قيل ما السبب، قيل لأنه خرج عليهن سيدنا يوسف فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر. لك أن تتخيل أن هذا الذي حدث مع سيدنا يوسف هو جزء من جمال سيدنا رسول الله.
هو كما جاء بالحديث: لقد أوتي يوسف شطر الجمال. شطر الجمال الذي في أين؟ شطر الجمال الذي عند البشر، لكن هذا الجمال الذي عند سيدنا يوسف منبعه رسول الله، فهو أصل وسر الجمال. فما من شيء ينساب في هذا الكون إلا وسره وأصله رسول الله، فجمال سيدنا يوسف من جمال رسول الله. وبالرجوع إلى الحديث، حديث أنس بن مالك: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. ما هو الرابط بين حسن الوجه وحسن الصوت؟ إيه العلاقة بين حسن الوجه وحسن الصوت؟ أقول العلاقة هي أن حسن الوجه حظ العين من النظر، وحسن الصوت حظ الأذن من السمع. يعني لا شك أن الإنسان مجبول على محبة كل جميل، وفي الحديث إن الله جميل يحب الجمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا. جمال الصورة قد يجذبك إلى ما وراءها من أن تلقي الصماخ إلى ما يقول. ولذلك قال قائلهم: والله ما هذا بوجه كذاب، هذا الوجه ليس بوجه كذاب. إذن هناك علاقة بين الرؤية وبين ما تسمع من صاحب هذا الوجه الجميل المشرق الوضاء، وبين هذا الصوت. فقد كان صلى الله عليه وسلم كان لصوته أو كان صوته يعني فيه بحة، لكن بحة جميلة، بحة جميلة تجذبك إليه. وصف لرسول الله ليس كمثله وصف، لأن الذي وصفه ليس كمثله شيء. قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فما هي ذي العظمة التي قصدها رب البرية في سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام؟ بماذا وصفه ربه؟ سيذكر لك ربك صفات ومواصفات لا تنتهي، لكن سينتهي عمرك قبل أن تنتهي أنت منها. لما يقول إن سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن، إذن الحسن له كم، فما قبل أن يكون، فما كان فيه نصف يبقى لابد يكون فيه ربع، لابد يكون فيه تلت، لابد يكون فيه ثمن. طيب، لكن أين السبيل إلى اكتمال الحسن؟ اكتمال الحسن، الحسن متى يكتمل؟ الحسن متى يكتمل؟ بالصفات التي تضفي عليه هذه الحلية. سيدنا يوسف كان جميل، لكن القرآن لم يذكر افتتان النسوة به، إنما ذكر ما يصحب هذا الحسن من الجلال. فلما رأيناه ما شفتن بل أكبرنه، أي هبنه، أي هبنه. يبقى إذن هذا جمال مجلل بالجلال. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان له الحظ الأوفر من هذا. لما تنظر في وصف سيدنا علي وهو الثابت لدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى يعني حاول تتخيل، مش هتقدر تتخيل، هتتخيل صورة، هيبقى في دماغك صورة، لكن هل هذه يا رسول الله؟ لا طبعا، لأنه أجمل من كل جميل وأكمل من كل كامل صلى الله عليه وسلم. عشان كده يعني بيكون اصطفاء إلهي واصطفاء رباني من الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ويعني ورد أن من العلماء ومن الصالحين وكذا من رآه مناما ومن رآه يقظة، فنال شرف الصحبة. لأن مش فكرة شرف الصحبة بس، هو نال شرف النظر إلى سبحات نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.